مرحبا بكم. تصريح صحفي عن جمهورية قطر وخطة حرب 2019. يذكر أن بيانات صدرت من قبل عن العداءات التي كانت توجهها قطر من الأراضي السودانية ضد الشعب وحكومة إريتريا. وبما أن أرضية الأعمال الإرهابية أخذت طريق هذا العام في السودان، فإن جنون قطر وعملائها أخذ في التنامي، لذلك حوت وصيغة الخطة الجديدة لقطر ل10 نقاط. ولم تقتصر الخطة على النقاط 10، بل تشمل أيضا إثارة فتنة قبلية في شرق السودان. 1. تجميع القادة السياسيين المعارضين لنظام إريتريا وتوحيد صفوفهم ودعمهم. 2. التركيز على الشباب الإريتري وتعبئتهم ضد نظام إريتريا وتنظيم صفوفهم. 3. استخدام المعارضة الإسلامية ضد نظام إريتريا وزرع القيم الدينية وترسيخها داخلهم وعزف النغمة الدينية لاستخدام الإسلام ضد الآخرين. 4. زرع العداء القبلي في أوساط الشعب الإريتري. 5. محاولة دفع الشارع الإريتري للتظاهر والإضراب ضد نظام إريتريا. 6. تدريب القوى المعارضة لنظام إريتريا الأخوان المسلمين في مجالات التفجيرات والكمائن وقتل الأشخاص المهمين ودعمهم وإعدادهم وإرسالهم إلى إريتريا لتنفيذ العمليات. 7. اغتيال القادة المؤثرين في نظام إريتريا. 8. تدمير المناطق الاقتصادية في إريتريا. 9. تكثيف الإعلام العدائي. 10. الدعاية المصحوبة بالوثائق والفيديو في أوساط المنظمات الدولية والدول بانتفاء تام لحقوق الإنسان في دولة إريتريا. خطة تدعو للدهشة والاستغراب. ستقدم تفاصيل بشأن الاضطرابات القبلية في شرق السودان في التصريحات التي تصدر لاحقا. النصر للجماهير. وزارة الإعلام أسمر 27 من نوفمبر 2019.